السلام عليكم في المطبخ الصحي السهل اللذيذ، وديما مع الوصفات سهلة وصحية ولذيذة. اليوم مع خبز بدون جلوتين، بدون فرينة، بدون قمح، وبدون حبوب فيها جلوتين. صحي سهل كما تشوفوا فيه. يجي ساندويشات، يجي عدة وصفات درتها لكم سيربرايز، من بعد راحين تشوفوها. يجي ثاني فارغ من الداخل، ويجي هذه فطيرة بالخضروات هذه درتها كتجربة، وفي نفس الوقت ثاني قطعته وسقيته كما الشخشوخة اللي يقولوا لها الشخشوخة، اللي يقولها فريد السعودي. المهم الكسرة هذه اللي نسقوها بالمرقة. هذه جربتها أول مرة، حق نجربها. شفتها كثيرا في اليوتيوب وفي الانستغرام كقطاع برك، هي تاع خبز. انا بصح قطعتها وسقيتها مرقه، وجاتني عجبتني روعه، ما حسيتش بها بطعم مختلف خلاص. وهنا درت لها دبس تمر وطحينه كفطور صباحي. الخبز هذا يليق مالح وحلو، نحتاج فيه عدس احمر. تحبوا كاس تحبوا غرفيه، لكم الاختيار. هنا يغسل مرتين الى 3 حتى ينضاف مليح. قبل ما تغسلوه هنايا حاولوا ساعة تغربلوه اذا كان فيه شوائب ولا فيه غبار ولا فيه يمكن احجار صغيرة، مانيش عارفه نتوما ولا والمكان اللي شريتو منه. يتغسل مرة 2 3 وخلاص، ومن بعد ينقع. هنا عملية النقع في العادة أقل شيء 2 ولا 4 ساعات، الله أعلم. الحق شفت الوصفة في اليوتيوب، ياسر يوتيوب اللي داروها. أما أنا الصراحة كنت مزروبة، ما عنديش الوقت. نقعتها في ماء سخون يغلي. المفروض في ماء عادي، ومن الأحسن تنقع ليلة كاملة. أنا ما شفتوش داروها ليلة كاملة. هنا بعد ما نقعت لي وخلاص، انا حق كما قلت لكم درت ماء سخون يغلي باه ليه توجد لي. اما نتوما من الاحسن 4 ساعات او 6، ومن افضل ليلة كاملة هكا باش دير الخمائر الطبيعية. اذا كان الحال سخون حطوه في الثلاجة، اذا كان حال بارد يمكن نخلوه على برا عادي، برا الثلاجة. هنا يصفى فقط، ما تعاودوش تغسلوه، يصفى. وهنا نديرو الكيل اللي هو كيل عدس منقوع. ما تكيلوش بالكاس اللي درت بيه، خاطره اكيد راح يتضاعف حجمه. جيبوا اي طبسي ولا مكيال تكيلوا به. هي المفروض كيل عدس منقوع بكيلة ماء، بصح انا درتها ناقصه اصبع، مانيش عارفه، حسيته يجي خفيف ياسر، خفيف ما يصلحش، والله اعلم. مع انهم كل شفتهم يديروا كيلة بكيلة، انا نقصت اصبع ماء. وفي الخلاط الكهربائي مباشرة. هذا الخلاط قوي جدا وسريع، ما نستعملوش ديما تشوكيت فيه. الحق الاول الطاس الاول فزت لي، وهذا الثانية كنت ندير فيه غير النواشف برك، شريتو جديد ندير فيه غير النواشف. ومن بعد اضطريت خاطر ما عنديش بديل، درت فيه العدس ولا غير خرج لي الماء من تحت، مانيش عارفه واش بيه. ملح طبيعي فقط، ما نحتاجو فيه والو. علاه درت غير ملح برك. تحبوا ديروا التوابل، اي نوع توابل ديروا. انا خليته ملح برك خاطر كنت حابه نذوقه في المالح ونذوقه في الحلو. هذه الراحي حسب الطاس اللي عندك، حسب الخلاط، قوة الخلاط اللي عندك. يمكن 2 3. هذا بعد الخلاط ما يحملش تخلطي ورا بعضها، لازم ديري دقيقة وتحبسي 10 ثواني. ما شويتش قداه درت، يمكن درت 2 أو 3. نتوما ما نقدرش نقولكم قداه، حسب قوة الخلاط ولا قوة الذراع الكهربائي. حتى الذراع الكهربائي يليق، يمكن يطول 5 دقائق برك. المهم يكون ناعم كما راكم تشوفوا. ونبداو عملية الطهي. هنا لازم مقلاة ما تلصقش. انا تاعي هذه قديمة وبدات تلصق لي، ومن الاحسن يا حبذا ديروا في طاجين تاع الطين. انا ناويه ندير فيه باذن الله مستقبلا، ونصور لكم تشوفوا. ولا خاطر هذه المقلاة ماهيش صحيه، راكم عن بالكم، بصح ما عنديش
بادين من غير طاجين وما خرجتوش. لوحوا المغرف تاعكم وهنا ما تحركوهاش خلاص حتى تشوفوا الحواشي بداو ينشفوا، ومع ذلك ما تحركوهاش. هنا المفروض نخليها خطر وسطاني هذاك تاعي ما طابليش، انا ما صبرتش بديت نقلب فيها. الوصفات اللي شفتها كل خاصة في الانستغرام تشوفيها تقولي يا ما اسهله، ما اسهل هذا الخبز. ثبيته طلع ما نقولش صعيب، بصح اللي عنده اسرار وطريقه طبخ ومقلاة خاصه. هنا كيما صبرت وخلطت لصقت لي. هنا خلطوا مش خلطوا، قلبوا فوق تحت فوق تحت حتى يبدا يتنفخ لكم. شوفوا كيفاه، ما ديروش طبقه خشينه تاع العدس، هذا مكان. هنا بدا يتنفخ لي. زيد نعاود نرجع شفت في اليوتيوب والانستغرام انني شفت وصفات اكل يخلوه ابيض ما يحمروهش. انا حمرته مانيش عارفه على حمرته والله ما فقت بروحي قاعده نحمر وندلل فيه ونقلب فيه منه من. انتم لكم الاختيار الحق، تحبوا تحمروه تحبوا تخلوه ابيض يعني ناقص طياب. هذه هي قلبت منه بديت تنفخ لي. ولولا هذيك الطبه الوسطانيه اللي في الوسط كم ما لصقت ليش كان تنفخ احسن من هك، ومع ذلك مقبول. هذا جاني خبز منفوخ، هذه اول قرصه الفال. شوفوها نحيتها. بعد ما تديروا القرصه الثانيه، هنا تبالي هذه قرصه ثانيه هي. بعد ما تديروا القرصه الثانيه لازم مقلاة باردة شوي، يعني هنا نار متوسطة. أولا نار متوسطة، المقلاة تدهنوها. اسمعوا مليح النصائح، مش تشوفوها هكا سهلة بعد جيو تبغوا تطبقوها تحصلوا فيها. نار متوسطة ما بين قرصة وقرصة. بردوا المقلاة تاعكم، ما ديروش فيها وهي سخونة تغلي هكاك، ما يصحش. هنا ثاني عجبتني، جاتني منفخة، حمرتها مليح. هذه الثانية. الثالثة كيف مقلة راني بردتها خليتها تبرد شوية ورحت نقضي في القضية. تحبوا تبردوها بالماء عادي، لازم تدهنوا في كل مرة. صرات لي هنايا كارثة من الكوارث في احد القرص، وما حبيتش نسبريمي المقطع، درتو لكم تشوفوه قدام عينيكم هكا، خدش عن بالي راح يصراو معكم كوارث توما ثاني. تبالي هذه لبس عليها، هي هذه لبس. شوفوا الطبه هذه كيفاش لصقت. هذيك الطبه كي لصقت راهي تعتبر ثقبه ومخرج الهواء، كي تعود كيما هكا راهي ما تتنفخنيش مليح. تولي هو يتكلم في كل حاله، يتكلم منفخ ماهوش منفخ كيما هكا ديريه ساندويتش منفخ، يعني فارغ من الداخل. كي تنفخ لك ديريه ساندويتش محشي ويجي روعه. تبالي حطيتها لكم ستوري، مش عارفه ثبتها لكم ولا لا، في الانستغرام في الفيسبوك. نهار اللي تعشيت درت الحشوه تاعها، الدواء تاع المحجوبه ولا تاع المحاجب كل منطقه كيفاش تسميها. واذا ما تنفختلكش كيف تلاقيك تاكليها كيما ليك خاب، ولا تقطعيها تسقي بها الماركه تاعك، ولا كيما تحبي تاكليها. هذه ثاني تنفخت وعجبتني، نحيناها. رحنا القرصة الرابعة. تبالي هنا صراتي الكارثة. تبعوا معايا الاخر واسمعوا النصائح بليز. الفيديو ني عم بالي درتو طويل هكا باش تشوفوا التفاصيل اكل حاجه ما تفوتكم. ها هي وين هنايا تبالي قرصه هذه اللي ما صبرتش عليها. هنا تحبوا تكبروا تحبوا تصغروا، لكم الاختيار. كمبتدئه ديري مصغر. انا هذه تبالي كبرت، هذه كانت اكبر قرصه. ما ترقوهاش ياسر باش تجيكم منفوخه، ما ديروهاش خشينه باش ما تتنفخ لكم من داخل. تبالي هنا صارت الكارثه. ما تحركوش القرصه وهي ما طابتش مليح، لازم تنشف باش تقدروا تقلبوها. هذه ما نشفتش وما صبرتش عليها وحبيت نقلبها. تبالي هنا صارت الكارثه والله اعلم. دوكا نشوف لاصقت لي هنا ما دهنتش مليح. تبالي المهم نتوما لازم مقلاة جديده ولا ديروا الطاجين. كاش نهار نجرب لكم في الطاجين وتشوفوا كيف الطاجين حنايا خاطر بكري ماما دير فيه الغريب. لا هذه منعت. قرصه الرابعه منعت. تبالي الخامسه اللي صرات لي فيها الكارثه.
المهم طيبتها مليح كما راكم تشوفوا، حمرتها مليح. انا الوصفات اللي شفتها كل يديروا فيه ابيض، ما يحمروهش، هو جوست يتنفخ شويه منه، يتنفخ يعني يفرغ من الداخل، خلاص ينحوه من المقلاة. انا هنا قاعده نحمر مش عارفه واش كنت ندير، بس تبعوا للاخير. هي هنا المفروض كانت عندي واحد القطعة خشب هذيك نعمل بها عملية الضغط باش تتنفخ لي الخبزة تاعي. هذاك النهار ما كانتش كاينه ولازمني نصور على بها تستعملوا، شوفوا فيها نستعمل غير في سباتولا تاع لينوكس، هذه هي وحدها ما ديرش عملية الضغط كما ينبغي. عندي لوحة خشبية، قطعة خشبية، كم شفتوني ندير بها البيتزا ودرت لكم بها البطبوط. هذه ديما لازم تمسحوا، شوف كيف ما تمسحوش هذو النقط كل رايحين يفسدوا لكم الخبزه تاعكم. وترشوا يا انا عندي شي قرعه هذه فشفاشه تاع فشفاشه فارغه بس عمرتها زيت. هذه القرصه تبان لي الخامسه، هنا ثاني كبرتها، مش عارفه وصلت الكارثه. مهم هذا خبز سون غلوتان. البنه اذا تسقسوني على البنه لذيذ جدا، واللي ذاقوه ما عرفوش بلي دس ما عرفوش انه دس. هذه سهله، تقلبت لي ليه وتنفخت لي ليه بس درتها رقيقه طول. والمهم جربوا ما تندموش، اذا يصلح لكم باذن الله، يصلح ما تخافوش، ويليق كذا وصفه. انا صبروا لي باك نقعد ونفرجكم به وصفات. بصح انا هنا بعد في هالفيديو درت لكم 3 طرق الاكل تاعو. القرصه اللي بعدها تفكروا ديما امسحوا المقلاة، ولازم تكون بارده شويه. هنا برك كيما هذه القرصه المقلاة كانت بارده تماما، تعود بارده تماما تقدري تحكمي في الخليط ويمشي لك. اما اذا تكون سخونه المقلاة مع تكب الخليط ما يتحرك لكش، يروح لك غير شويه كيما شفتوني في القرص الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. اما هذه الخامسه والسادسه مقلاة باردة، وتباني هنا صارت لي كارثة، ما هيش هنا وين صارت لي. المهم استناوها جاية هي هنا منعت. لازم سباتولا هذه، ولازم مقلاة ما تلصقش. لازم شوفوا نقول لكم شيء، مقلاة جديدة اللي نديروا اذا عندكم سبيسيال ذيول نديروا بها ذيول البوراك، والا اللي يديروا فيها بانكيك. هنا شوفوا كيفاش مقله سخونه والخليط ما يتحركش مع اللوح، وبعد ثم يبدا يطيب. النار ديما متوسطه، مش متوسطه في البدايه، لازم هادئه شويه ومن بعد قوي بلها. هنا درت لي ثقب، اذا درت لكم ثقب سدوهم بصبعكم هكا باش تقدر تنفخ لكم وتجيكم فارغه من داخل. ثقب هذوك سدوهم بصبعكم ولا ديرهم شويه عجين. حاولوا باك اللي يقلوا صبر الخبز هذا. انا كي شفت الوصفات قلت ما سهلوا، هنا ناقصه طياب، تبالي هنا صارت الكارثه. يليق صبر فيه. هنا ناقصه طياب، ومع ذلك هاكم شفتوا بعينيكم. هنا راهي ناقصه طياب واصريت اني نقلبها، ومع ذلك ما استسلمتش وخليتكم تشوفوا كيفاش نرجع نصلحها كيما كانت. خاطرها مازالها عجين، قدرت نلصقها غير بصبعي برك، ما زدت العجين لو غير بصبعي، بيستها بصبعي كيما نقولوا، درت لها مانيش عارفه لصقتهم مهم في بعضهم وخلاص، وكملت نطيب فيها. هذه هنا الغلطه اللي درتها انها كانت مازال ما حمرت. تشوفوا الحاشيه ما تبانش، الخياطه هذيك اللي في النص، عمليه جراحيه اللي صارت لها ما تبانش، هذيك اللي في النص ما تبانش طول، كانت مازال ما طابتش وانا ما صبرتش وقلبتها. راح الحال يبان ساهل بلي ليه يدار، بصح يصوتوا اذا حابين تحمروا القرصات يدوا معكم وقت. هذه خلاص دوكا كي لصقت طابت، خلاص طابت روعه. وحتى عن بالك من بعد كي قاعده نعتلكم في اخر الفيديو
كي لميت القروص كل مع بعضهم ولا ما فرقت بينها بين الاخرين، تالمو ماهيش الخط هذاك مش باين خلاص. بس هذا يمكن عيبها الوحيد انها ما تنفختليش، ما تنفختليش من الداخل. نذكركم برك المشتركين جدد، مرحبا بجدد. ما تنساوش تشتركوا، تفعلوا القناة، تفعلوا الجرس هكا يوصلكم وصفات جديدة. حاليا عم بالي اني مقصرة شوية، راني ندير وصفة في الاسبوع، وصفة في 10 ايام، سامحوني. خلاص هذيك القرصة طابت، خلاص. هذه اللي بعدها شوفوا ممكن ثقب تسديهم بالعجين باش تجيك منفخة من الداخل. صورت لكم تقريبا كل قرصة، جاتني حوالي من عارفة كم قرصة، ما صورت لكم الكل. هنا خطفت لي شويه خطرها العافيه قاويه، لازم عافيه هاديه شويه. اللي بقى لي هنا درت له خضروات، هذه جربتها خضروات نيه، بصله، طماطم، فلفل، تبالي درت توابل. ونفس الشيء العافيه هاديه، من بعد تبداي تقوي لها وتقلبي منه. من هذه فطائر خضر ولا سموها كما تحبوا، جات روعه وبنه. ما جاتش لوكس دي حاجه لوكس، خاطرها الخضروات درتها نيه مش مقليه، بس مقبوله جدا ومشبعه. اصحاب الرجيم يليق لكم ياسر الخبز هذا. اصحاب السكري ثاني كيف يليق لكم هذا الخبز. هيا دركا نجو باش ناكلوا الخبز هذا، راح نقول لكم باش راح ناكلوه. لولا اللي شفتوا هذيك كانت بالخضروات. هذه القروص كاني طيبتهم ياسر، وكاني طيبتهم عادي، مع اني انا الوصفات اللي شفتها كلهم داروها الوصفه حق جبتها من اليوتيوب، كل طيبوه ابيض، ما يحمروش، مانيش عارفه لا ما يحمروش. القطعه هذه اللي كانت تنفخت من داخل، ما هذه مش منفخه، هذه ما هيش منفخه، مش كل تنفخولي بصح مقبوله. هذه تبلي تنفخه من داخل وتجي فارغه، هذه تجي ساندويتش روعة. تبالي المقطع نعم حيته مهم. هذه انا درت فيها الدواء تاع المحجوبة وطيبتها، جاتني روعة كل محجوبة، ما كانش فرق. شوفوا هنا كيفاش طري. تحكموا فيه كما تحبوا، بصح اللي طايبين ياسر كما واحده طايبه ياسر كما هذه هيدا تكسر لي، شوفوا تكسرت في النص لخاطر طايبه ياسر، هذا مكان. اما هذه تاع الخضروات اللي درتها جات، هذا يعتبر عشاء. واحده حابه دير ريجيم، خضره سيدتي عندك خضره، عندك عدس، ما تقوليش عدس يسمني برك. وهذه هنايا قطعتها بنسقيها بالمرقه. شوفوا هذه اللي هنايا اللي سقيتها بها شخشوخه مسيليه، تحبوا ديروها بشخشوخه مسيليه، شخشوخه بسكريه، ثريد، ولا وجه ربي ما تقولوليش سميها كلش، ما تسميهاش شخشوخه. انا عجبني الذوق ومانيش نشكر فيها، مقبول جدا، ما حسيتش كذبت. صح هو طعمه مش كما طعم القمح، بصح طعمه يشبه طعم سميد الابيض، خاطرها طعمه مش لاذع ماهوش قوي. مرقه بسيطه غير درتها كتجربه برك. المرضى السكري، الريجيم، تبالي الكيتو ياكلوا، الله اعلم، ما تخلونيش نخلط في الريجيمات، انا ما نعرف لهم مش الانواع هذه. المهم مناسب مرضى السكري من الاخر، بما انه حبوب. وجماعه اللي راهي دير ريجيم مش باغا تسمن، الحبوب ما تسمنش، لوبيا، عدس، فول، يعطيك هذو بروتينات نباتيه بنينه، بنه عظيمه. جربوها وادعوا لي. وصح تقليدي يبقى تقليدي، بصح صحتي ثاني نتبع، انا من نوع هك ناكلو غير هو. وهذه درتها شوكولا تختيني، ماشي شوكولا، ما كانت عندي متوفره شوكولا، درت طحينه ودبس، هذه تليق كفطور صباح. وهذه وصفات اللي جربتها اكل بالخبز هذا. ما تنسونيش تعليق وجام وتعليق زين، وجربوها وشاركوني تطبيقاتكم فيسبوك وانستغرام. نلتقي في وصفات مقبلة.